صديقي الشطرنجي، سلام عليكم. كعادة أي مجتمع مهما كان رقيه على طول بنلاقي فيه برضه المجرم. وهنا في مجتمع الشطرنج، رغم إن المجتمع الشطرنجي بيتميز بفكره العالي، ولكن لم يسلم من المجرمين. والمجرمين في الشطرنج كتير جدا، ولكن أنا جبت لك 3 أمثلة من أخطر ما يمكن، والتالت مصيبة لوحده، سيريال كيلر. نبدأ بأول مجرم معانا وهو كلاود، أو بلاد جود، أو دكتور كرايم، أو دكتور دوم. كل دي أسامي وألقاب وغيرها من الألقاب كانت بتوصف الراجل ده نظرا لبشاعته والأفعال اللي كان بيعملها. أولا خليني أقول لك اللي هو كان من 1937 لحد 2001، مات سنة 2001، وكان في أوج تألقه الشطرنجي سنة 1950. ولكن هو كان على خلاف دائم مع أهله، لدرجة إن هو كان بيسرق منهم دايما فلوس. ومش بس كده، كمان وصل بيه الأمر في أحد الليالي إنه قتل والدته. وعلى إثر الجريمة دي دخل السجن واتحكم عليه بالإعدام، ولكن اتخفف الحكم وفضل في السجن مدى الحياة إلى أن توفاه الله. الراجل ده في الشطرنج كان متميز جدا، لدرجة انه فضل مستواه يعلى في الشطرنج حتى وهو في السجن، لدرجة انه ألف كتب شطرنجية أثناء ما هو كان في السجن. وكمان قعد يلعب بطولات لحد ما بقى وفقا للاتحاد الأمريكي للشطرنج رقم 2 في أمريكا. تخيل، ريته وصل ل 1702. تعال نبص على جيم من جيمه ونشوف بيهجم ازاي والخطط الهجومية بتاعته عامله ازاي. بلاد جود يختار اوبننج مش معتاد، وهو الجروب اتاك. الجروب اتاك بيبدا بدفع بيدا الجي 4. فكره الجي 4 انه لما الاسود يلعب الدي 5 على طول بيفنكت البيشوب في الجي 2، عايز يعمل اتاك او كنترول للدياجونال ده. طيب وايه المشكله؟ المشكله ان انت لما بتيجي بتاكل البون على طول بتلاقي السي 4 ضارب السنتر، ولكن هنا الاسود ممكن يلعب السي 6. ساعتها بتاكل بون تيكس بون تيكس، ونطلع بالوزير ضاغطين على الدي 7 بون وفي نفس الوقت على الدي 5 بون. لو عمل حاجة زي كده بيخسر البيشوب على طول، لأن طبعا فوركينج الكينج مع البيشوب. الافتتاح مليان تريكات، ممكن أبقى أخليه في حلقة لوحده. يرد إيفان سي 6، كلاود يطلع بالبون خطوة كمان، محضر الانتشار في جناح الملك زي ما هنشوف بدفع بيدا ال H4 فيما بعد. على طول ال E5 من إيفان، وعلى طول ال H4 من كلاود. طيب الأسود يبدأ ينتشر عشان عايز يبيت ويبني هجوم بسرعة زي ما هنشوف. البيشوب يطلع في الدي 6، دي 3 من كلاود، وبعد كده انتشار سريع من إيفان وضرب السنتر بالاي 4. ايفان يطلع بالنايت عايز يبيت، وطبعا هنا الوضع ايكوال، يمكن في سلايت ادفانتج للاسود. ليه؟ لان الوضع بالنسبه للدكتور كرايم مش افضل حاجه، لان الكينج مش سيف نوعا ما. زي ما نشوف هو طلع بالنايت، وبعد الكاسلينج بدأ يهجم، وهو اساسا الكينج السيفتي عنده فيها مشاكل، لان المربعات دي ضعيفه، الضغط على الاف 2 بون ضعيف. طيب ايه المشكله هنا؟ قال لك انا هكسر كله في كله. هيطلع بالنايت يعمل ديفلوبمنت محضر لحاجه زي الاف 4، ولكن بعد ما يبين على طول يضرب الاف 5 ايفن. يرد عليه دكتور كرايم هات اون باسون بالمرور، او قاعده شطرنجيه اسمها الاكل بالمرور، وعلى طول يطلع بالروك فاتح الفايل. هنا كلاود يلعب بون تيكس دي 5، ايفان يرد عليه وياكل بالنايت. تبدو اكله جميله، ولكن فيها مشكله، ان انت كده فتحت الطريق للنايت ان هو ينط في الاي 4، ودي تعتبر بوزيشنال ادفانتج للابيض. ليه؟ لان السكوير ده هيفضل معمول عليه كنترول من الابيض، وفي نفس الوقت لما النايت يجي في الاي 4 هيبقى حامي الاف 2 بون، ويبدا يفتح للبيشوب بتاعه انه يشتغل. طيب ماذا بعد؟ هنا كلاود
على طول ينط بالنايت زي ما احنا شايفين، الروك ترجع لانها مطلوبه، وعلى طول ديفلوبمنت للبيشوب، عايزين الوزير. ايفن يرجع يغطي بالبيشوب، ولكن الكوين دخل غرفه العمليات من الجي 4. طبعا زي ما انت شايف لاين اب على الجي فايل، وفي نفس الوقت الجي فايل يعتبر سيمي اوبن، يعني لو حاجه زي الروك وبعد كده ممكن نبيت طويل هيبقى الموضوع لذيذ جدا وفيري افكتيف. طيب هتعمل ايه يا ايفن؟ الراجل مخه اجرامي زي ما هنشوف. قال لك انا هديله تشيك الاول واشوف هيحصل ايه. هنا كان الافضل دكتور كرايم يرجع بالبيشوب في وشه، ولكن هو اختار انه يدفع بيدا السي 3، ودي خطأ. ليه خطأ؟ بكل بساطة لان النايت ممكن يحصل له ديفلوبمنت في الاي 6، وبعد كده الروك تيجي ورا الروك التانية عاملة بريشر على الاف 2 بون. تعال نشوف ايه اللي حصل في الجيم مع بعض. البيشوب تيكس البيشوب اللي في الجي 5، على طول النايت اللي في الاتش 3 ينط ضاغط على الروك. الروك مطلوبة، وفي نفس الوقت في تكتيك جميل هنا لو الروك اتحركت، وبالفعل ده اللي حصل في الجيم. الروك نزلت في الاف 8. وقف الفيديو وحاول تجيب ميت ان 5. اعتبر انك رجعت، وده تكتيك مشهور جدا او شكل من اشكال الميت اسمها سموزرد ميت، او في مصر بنسميها المات الزبيدة. مش عارف زبيدة ليه، ولكن اكيد ليها قصة هحاول اعرفها واقولها لكم. تطلع على طول بالكوين تشيك، مش اي مربعات غير الاتش 8، او انه يغطي بالروك، وساعتها الروك هتتاخد تشيك، يعني يغطي كده الروك هتتاخد بتشيك، ينزل وتشيك ميت. طيب يروح في الاتش 8، وهنا على طول النايت ينزل بتشيك. هتقولي فيها ايه؟ طب ما هو انا ممكن اكل على طول النايت هتاخد تشيك ميت باك رانك. طيب مش هاكل، هاجي على الديسكفرد تشيك على طول النايت ينط ديسكفرد تشيك، تيجي في الاتش 8 تاني. ولكن هنا تضحية مشهورة جدا بالكوين في الجي 8، لازم الروك تاكل وبعد كده الزبيدة تحصل. المجرم التاني معانا اسمه نورمان تويد. نورمان تويد على عكس كلاود كان ينعم بعائلة كويسة جدا بتدعمه وبتقدم له كل الرعاية ان هو يبقى شخص كويس وناجح، ولكن العقل الاجرامي مع وجود شيطان طبعا بيعمل حاجات سيئة جدا. نورمان تويد عمل جريمتين، الاولانية اختلاس اموال ودخل السجن 2 وخرج، والتانية كانت من ابشع ما يمكن، اتورط مع صديق لي في اختطاف وقتل طفل صغير. نورمان بيلعب بالاسود، واللي قصاده سامويل فاكتور بيلعب بالابيض، وهنا اي 4 اي 5 نايت اف 3 نايت سي 6، وعلى طول يختار الاسبانيش جيم، يزق على البيشوب، يرجع يطلع بالنايت التاني يبيت، يطلع بالبيشوب عايز يبيت، وهنا تيجي الروك ماسكه الاي فايل. نورمان يأجل التبييت، ولكن اختار انه يزق البي 5. البيشوب يرجع عامل بريشر على الاف 2، وهنا يزق الدي 6. طيب عايزين نضرب السنتر، محضرين ان احنا نضرب السنتر بالدي 4، ولكن هنا على طول هات البيشوب الخطير ده بنطة النايت في الاي 4، يرجع وعلى طول يطلع سي 5. عايزه ايه سي 5؟ بتكونتر الفكره بتاعت الدي 4، ولكن دي 4 اتلعبت اني واي، مش عايز يكسر الوزراء ويطلع في السي 8 في السي 7. صمو الفاكتور يلعب الاي 4، عايز يعمل بريشر على النايت لما الاي فايل يتفتح يقابلها الروك بي 8. قال لك مفيش بريشر ولا حاجه، ولاحظ الاتاكينج ستايل بتاع نورمان لانه لحد دلوقتي هو لسه ما بيتش، ولكن عايز يشوف اي ثغره يخش بيها للملك على طول. وهنا بون تيكس بون تيكس دي تيكس اي 5، والبون يكابشر باك، وهنا يبدا الهجوم. قال لك انا هاخد الفري بون ده، ولكن في سبيل حاجه كويسه جدا، في سبيل النايت، يبقى في اوفرلودنج للكوين. هيحمي ايه ولا ايه؟ فهينقض على النايت ويسيب النايت التاني. وهنا نورمان يلعب فكره جميله، وهي ينط بالنايت في الجي 4، عايز ميت، يزق عليه الاف 4 في حمى البيشوب، ولكن الوضع هنا مش كويس. ليه؟ لان انا هرجع بتيمبو على الروك ومحضر لنقله جميله جدا. الروك ترجع، وهنا على طول يزق البون
اكسكليميشن مارك. ليه؟ لانها طبعا فتحت الدياجونال الخطير ده. طيب هيعمل ايه؟ قال لك هزق على النايت الاول ولما يتحرك نبقى نشوف حوار الدياجونال، ولكن فات الاوان. طبعا بلندر اسطوري، لان على طول هديك التشيك من البي 6. وهنا طبعا لو جيت في الاف 1 بتاخد تشيك ميت، ولو رحت في الاتش 1 تاخد تشيك والوزير راح. واما عن المجرم الثالث والاخير فده ابشع واحد فيهم. تخيل كده، هو الهدف بتاعه ان يقتل 64 شخص. 64 ده ما بيفكركش بحاجة؟ عدد مربعات البورد 64. المجنون كان عايز يقتل 64 شخص، ولكن اتمسك عند رقم 53. بعد ما قتل 53 واحد عرفوا يمسكوه. المجرم هو ألكسندر، واتولد سنة 1975. يعني الجرائم بتاعته دي حديثة، فأنا مش عارف هما ازاي ما مسكوش المجرم ده قبل ما يقتل 53 شخص. كان بيعمل ايه بقى؟ كان معاه شاكوش مخبيه في الغابة، وعلى طول الغابة دي ملحقة بحديقة معينة كانوا بيلعبوا فيها شطرنج. بعد ما يخلص جيم الشطرنج يتمشى في الغابة، يلاقي الفريسة بتاعته. أي شخص ممكن يتمشى مع صاحبه، يتمشى مع صاحبته، يتمشى مع أي كائن، يمشي معاه، يستدرجه للغابة، يموته بالشاكوش، يرميه في البلاعة. مجنون. صديقي الشطرنجي، في نهاية حلقتنا أحب أقول لك لو لسه ما عملتش لايك يا ريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وأشوفك على خير الحلقات الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.